الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله الذي جل شأنه وعظم نعمه وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأعداء وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أهنئكم وأسامحكم في هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، أيام الأكل والشرب والمسامحة. سامحكم الله وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأعادها علينا جميعا باليمن والبركة. في مثل هذه الأيام عباد الله نتذكر قول الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وفعلا تحقق هذه رؤية. ومن هذا المنطلق معاشر المؤمنين أقول أننا نعيش أحوالا من أطيب الأيام وأعلاها وأغلاها، ألا وهي أيام الإيمان والدين. حاليا عباد الله تتهيأ مشاعر المؤمنين متحركة بجموعهم نحو المسجد الحرام مكة المكرمة من شتى بقاع الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل أن يشهدوا منافع لهم. هذه المنافع عباد الله هي مظهر من أعظم مظاهر العبادة عرفته الحياة، وأضخم وحدة روحية شهدها الوجود. إنها لفريضة الحج التي تجسد الإخلاص وتجسد مفهوم الاستجابة المطلق وتجسد الحب والصدق والتذلل والخضوع لله تعالى. والحج عباد الله مدخل بارز إلى طاعة الله ومشعر كريم إلى القرب منه وملجأ منير للنيل من رحمة الله ورضوانه. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. تقبل الله من الحجاج صالح الأعمال وغفر لهم. عباد الله، إنها لأيام الأكل والشرب والفرحة، فهي أيام التشريق، أيام العيد الأضحى المبارك. فالأعياد عندنا معاشر المؤمنين ليست مرتبطة بمناسبة ذكرى انتصار حرب لقبيلة ما أو مناسبة تنصيب زعيم ما، بل هي طاعة تتحقق فيه عبادة روحية عميقة تتجلى في نفوس المسلمين وتجديدا لإيمانهم وحماية لمشاعرهم الدينية ومبايعتهم. عباد الله، عظموا شعائر الله
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فبادروا عباد الله إلى ذكر الله والتكبير والتحميد والتهليل إلى آخر أيام التشريق واجعلوا عيدكم هذا عيد الألفة والمحبة والإيمان والتعاون وصلة الرحم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. طول لنا عمرنا، صحح لنا بدنا، وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أقم